سلام الله عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى شي خير، تكونوا بصحه جيده واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا اللي غادي نهضر فيه على بزاف ديال الحوايج بالنسبه للناس اللي تيكونوا عاد جايين جدادين وكيفاش كيتاقلموا بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لي انايا السؤال اللي كيتطرح عليا واش ما ندمتش حيت جيت لبلجيكا وعشت فيها. كيفاش جاتني العيشه في بلجيكا، كي درت حتى استقريت زعما كاينه ودبرت على راسي في الخدمه، كيفاش وليت كنعرف شويه نهضر في اللغه، واش عندي شي عائله هنا، عندي شي صحاب، عندي. المهم في هذا الفيديو هذا غادي نشرح داكشي طابي طاب بالنسبه للناس اللي جايين جداد باش ما يتاثروش. بالنسبه اللي غتجيو للمدن الصغرى، المدن الصغرى هي اللي صعيبه في المعيشه ديالها، اما في المدن الكبرى يعني فيها فين تخرج فيها فين تروج، تقدر تلقى جوج ولا ثلاثه ديال الناس يعاونوك، 10 ما غاديش يعاونوك. المهم غتلقى في مدينه كبيره مهم ضروري غتلقى مهم شي واحد من داك 100 واحد، غتلقى جوج ولا ثلاثه اللي غيعاونوك، باستثناء المدينه الصغيره راه ما غتلقى فيها حتى شي واحد غادي يعاونك. علاش؟ لان معظم الناس خدامين، معظم الناس كيكونوا جالسين سادين عليهم في بيوتهم، ما كاينش الخروج، ما كاين الدروج، لان ما عندهمش فين غيخرجوا، ما عندهمش فين غيدرجوا الا الضروره القصوى هي بنادم غيخرج فيها، ولا غيبغي يمشي لشي بلاصه لشي سونتر كوميرسيال، ولا غيبغي يمشي لشي بلاصه دونك راه غادي يشد الطوبيس ولا غادي يشد تران وغيمشي لبلاصه اخرى فين غادي مثلا كنقولوا يبدل الجو، يفوج، يشمر الهواء كذا كذا. بالنسبه القديم والجدد بحال اللي واقع لي انا، كان صعيب عليا بزاف. اول مره جيت لهنايا لبلجيكا جيت ديريكت للجهه الفلامانيه، هي المدينه اللي انا ساكنه فيها حاليا، ما بدلتهاش. فاش من جيت الراجل ديالي بحكم الخدمه ديالو كيفيق مع 6 ديال الصباح، تيخرج مع 7، كيرجع حتى 7 ديال العشيه، لانه كيخدم في مدينه اخرى. انا ما عنديش اللغه، هاد الناس هادو ديال الفلامون فيهم واحد الطبع اللي هو خايب، ماشي غنقول لك زوين، خايب. علاش؟ لان مخا كيكونوا كيعرفوا يهضروا باللغات اخرين. الفرنسيه ما كيبغيوش يهضروا بها، تيبغيو كيقول لك هضري بالفلامانيه هي اللي تهضري بها. بحكم انايا يعني تسخسخت عاد عطاوني الوراق، ما عنديش كيفاش ندير حتى نمشي نقرا، هاد اول حاجه. وانا كنت يلاه جيت بشي شهرين صدقت، حملت بمحمد، دونك ما عنديش فين غنمشي، ما عنديش فين غنجي. والمشكله المدينه صغيره، مع 6 العشيه كتطرق لمدينه خاويه. مازال نقولوا في الصيف كتحرك القضيه، يعني الناس كتخرج كذا، ولكن ملي تيكون وقت البرد راها لا طائر يطير ولا سائر يسير، ماشي بحال دابا يعني تخدمات شويه ولا هذا. ما شحال هذه راه مشكله، ما يعني الصعيب انك تخرجي وتدخلي. كما قلت لكم كنت اول مره جيت، ما عنديش العائله، ما عنديش صحاب، ما عنديش اللغه، الراجل ديالي تيخدم، انا عايشه بوحديتي. المهم جاني القنط، جاني الديبرسيون، وليت كنقول انا شنو جابني لهاد البلاد، كون بقيت في بلادي احسن. وليت تنقول ليه انت جبتيني هاد المدينه هذه مدينه الاشباح، مدينه الاموات يعني. وهي بصح ماشي كذوب، هي بصح راه الانسان باش يخرج من داك الجو ديال التوحدانيات والجو ديال الديبرسيون هذا، خصو يخدم، اولا تكون عنده العائله ولا يكون عنده الصحابات مع من يمشي ومع من يجي. اما الا كان ما عنده حتى شي واحد راه صعيب عليه باش يتاقلم، صعيب الا شي واحد كانت عنده المناعه قويه. يعني المناعه قويه ماشي ديال الصحه، المناعه قويه ضد هذا الشيء هذا، ضد الروتين اليومي، لان الروتين اليومي هو اكبر حاجه قاتله للشخص. النفسيه ديال الشخص والوضعيه ديال الشخص هو الروتين اليومي، داكشي اللي كتنعسي عليه كتفيقي عليه مهم داكشي اللي كديريه اليوم كتعاوديه غدا كتعاوديه بعدو، دونك ما كاينش البديل، كتكون لواحد المده طويله. راه صعيب لانه انت كتكوني مثلا جايه من المغرب اولا جايه من تونس ولا جايه من الجزائر ولا جايه مهم من البلاد العربيه كلها، حنايا ناس سوسيال مع الجيران مع الوليدات مع الصحابات، المهم حنايا سوسيال. محمد هز هذيك من السداري. المهم حنايا كاملين تنكونوا سوسيال، يعني اختي بطاطا مطيشه شويه ديال الزيت شويه ديال الملح، نخرجوا انا وصاحبتي نجلسوا قدام العتبه ناكلوا زريريعه، نلعبوا لاستيك، فهمتيني. المهم حنايا سوسيال بزاف. ولا تخرج الجيران يتجمعوا مع بعضياتهم ويهضروا، نمشيو نشربوا اتاي عند هادي، نشربوا قهوه عند هادي، فهمتي. يعني كاين هاد التجمعات، ولكن هنايا راه ما كاينش هادشي هذا. دونك الانسان ملي تيكون جاي حاط في بالو شي حوايج، راه فاش ملي تيجي راه ما تيلقاش دوك الحوايج، خصوصا ما عندك لا عائله لا صحاب لا حتى شي حاجه، ما عندكش فين غتمشي. انا كنقول لكم واحد العامين الاول بغيت نهبل، ماشي بغيت نهبل، هو المخ ديالي تشوكا، داكشي اللي كتلقايه اليوم كديريه غدا، شنو اللي كندير؟ عطيها غير النعاس.
غير النعاس لواحد الدرجه وليت الليل كامل وانا فايقه والنهار كامل وانا ناعسه، الليل كامل وانا فايقه ونهار كامل انا ناعسه. تشقلب ليا داكشي لانه ما كاينش شي روتين غيدار، ما كاينش شي حاجه غادي تدار بتاتا. داكشي اللي كديريه اليوم كديريه غدا، اللي كتنعسي عليه اليوم كتنعسي عليه غدا. ما عندكش فين تمشي، ما عندكش فين تجي، ما عندكش فين تخرجي، ما كاينش اللغه، ما كاينش حتى المدرسه اللي بغيتي تمشي تعلمي فيها اللغه ما كايناش. الولد انايا عندي بحكم يعني ما كاين، يعني المهم هي اصلا مدينه مشكله ديالها خصوصا في البرد والشتاء. فانا ما كنعرفش، ما كنتش عارفه بانه الا كنت حامله عندي الحق انني من نمشي نسجل ولدي في لاكريش انا حامله، باش ملي تكون عنده 6 شهور ولا شي حاجه مثلا 6 شهور كذا نقدر نحطو في لاكريش ونمشي نخدم على راسي. بحال تنقول لك بحال تما، اولا مثلا نسجلو كذا عامين ولا هذا عام ونص نحطو في لاكريش ونمشي باش حتى الولد يتاقلم مع الوليدات عندهم عامين يلعب. دونك كنت غير انا وياه وجهي في وجهك وجهي في وجهك. فهذه حاجه اخرى اللي كتاثر على التوحد، لان ولدي عنده طيف التوحد، واحد شويه ديال طيف التوحد. الحمد لله في الاول كاع كان عنده مجهد، دابا اللهم لك الحمد الحمد لله مليون في المية. يعني كاين واحد التحسن ملحوظ 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 لواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش. هذا تاثير من هاد الجهه هذه. النفسيه ديالك تتمرض. كيفاش انا درتي حتى وقفتي على رجليك وتعال؟ لا، وشنو وليت كندير؟ وليت كنبحبش كنقلب. درت اول حاجه درت قناه في اليوتيوب باش من نمرضش مع راسي. درت قناه في اليوتيوب، الا رجعتوني عاد تلقاوني انا هاد القناه هذه ديالي عاد تلقاوني شي 6 سنين وانايا فاتحاها ماشي عاد. بالحق النهار اللي خديت الوراق صافي حبست، ما بقيتش كندير فيديوهات بزاف. انا شحال هادي ملي ما كانوش عندي الوريقات كنت كندير دائما فيديوهات، كل نهار فيديوهات كل نهار فيديوهات، وكنتمتع بداك المونتاج. فهمتيني يعني كنعمر الوقت ديالي. دونك ما عندي، ما كنقراش، ولدي معايا، ما كنخرجش، ما عنديش فين غنمشي، ما عنديش فين غادي نجي. كنخرج السبت وحد كنت الراجل حتى تيحبس من الخدمه، يعني الويكاند عاد كيخرجني. فاستغليت مساله انني ندير اليوتيوب ونبقى ندير فيديوهات وكذا وكذا. يعني كان لي كومونتير ديال الناس كاين بطبيعه الحال السلبيه والايجابيه ما نهضروش عليها، ولكن كنشوف بدا كيدخلني واحد شويه ديال المدخول. هنايا انايا صافي بديت كنفرعن، وليت نعرف شنو كندير. كنحط التراديكسيون العربيه الفلامانيه، كنركب في الطوبيس كنحط شنو سميتو جي بي اس، كنشوف الطوبيس فين غادي يمشي بيا، كنحبس كنمشي لهاد البلاصه هادي كنتعرف عليها، كنمشي للسونطر. وليت كنخرج بوحديتي، كندير ولدي في الكروسه وكنخرج. تنخرج كنقول لي تلفت غادي نحط ستاسيون في كاين غادي يرجعني فين مشيت. المهم هنايا بديت كنبحبش، بديت كنقلب، بديت كنوقف على رجليا. فهمتوني شنو وليت اسيدي كندير؟ وليت كنقلب على البارك اللي قرابين هنايا، اللي هنايا في المدينه اللي انا ساكنه فيها. كنحط البارك، لقيت واحد البارك ديال لابيسين هنايا، وانا ما عارفاش كاين بارك هنايا قريب ليا ديال لابيسين فين كيلعبوا الوليدات الصغار. وليت كنمشي حتى تما كاينه كندير كنلقى النساء مع الوليدات ديالهم تيلعبوا هنايا. وليت عاوتاني كنعرف فين كنخرج، حتى حفظت المدينه فين كنخرج، فين كندخل، فين كنمشي، فين كنجي. بحال دابا كنشوف شي وحده ولا شي حاجه بزاف بالفن، غير بالفن كنقول ايوا بالنسبه للخدمه كذا كذا، كناخذ معلومات كنديرهم في راسي. وليت كندير هذا وليت كندير هذا حتى النهار اللي خديت الوريقات ديالي. النهار اللي خديت الوريقات ديالي حتى واحد ما قلت ليه وريني كيفاش نخدم ولا فين نمشي ولا فين نجي. ما عمرني ما سولت شي واحد ولا سولت شي وحده ولا قلت لها اختي وريني ولا ديني ورقه والو. ما لقيتش بتاتا. حاجه وحده كنحط في اليوتيوب كنسول كنقلب، لقيت اسيدي كاين الفيديو بواحد المدرسه اللي كيقرا فيها ولدي. راه اللي كان اسيدي ولدي دخل المدرسه على عامين ونص، دخل المدرسه على عامين ونص. هنايا طلعت عندي الحريه، وليت كنقلب على راسي، كنمشي لهنا كنمشي لهنا كنمشي لهنا كنمشي لهنا. صافي النهار اللي خديت الوراق دابا 5 سنين وزياده باش خديت الوراق. حيت بنادم اللي تيقول لي انت عاد جيتي البارح، انا راه 10 سنين وانا في هاد البلاد هذه، كتقول لي انت عاد جيتي البارح 10 سنين عندك انت يعني شي حاجه، ولكن راه 10 سنين راه ما كيجمعها علفهم 10 سنين. يعني تجلسي واحد المده ديال 4 سنين وانت ما عندكش الوراق، مشكله. ما عليناش. صافي كي خديت لاكارت الاورانج كنقول لكم فرحت. مشيت ديك الساعات كنقلب على الخدمه، مشيت لقيت اول حاجه خدمت فيها، خدمت في النيتواياج في الديور فاند ميناج. بديت كنخدم. المهم الحمد لله اول وحده خدمت من عندها. المهم كتعرفوا الميناج الفاند ميناج اول حاجه كيديروا معاك الكونطرا ديريكت، ما كاينش فيها 3 شهور ولا 6 شهور ولا شي حاجه، ما كيديروش معاك. المهم خديت الكونطرا ديالي. المهم هذوك الناس اللي بديت كنخدم عندهم كلهم حبوني الحمد لله. ماشي كنقول لك اللهم لك الحمد، كنقول الله دائما كندعي واحد الدعاء تنقول يا ربي اجعلني من المقبولين في الدنيا والاخره.
يعني ربي يعطيك القبول وقبلوك الناس وحبوك الناس، راه اللهم لك الحمد، هذا نصر من عند الله سبحانه وتعالى. المهم بقيت خدامه مع هذيك السيده تقريبا مده ديال 2 عام ونص، وانا خدامه مع راسي، كنقلب من هنا كنبحبش من هنا كندير هنا، حتى وقفت على رجليا، حتى وليت انا كنعرف فين نمشي وفين نمشي. ما عمرني قلت لشي واحد هذيك البلاصه فين جيت وهذيك البلاصه. عندك الانترنت، عندك الجي بي اس، قلبي على راسك، كتبي داك الشيء، دخلي لجوجل، دخلي بحبشي، حطي لادريسات. ملي كتحطي لادريس كطابي في الجي بي اس، الجي بي اس كيعطيك اين الطوبيس غيديك، اين لاري غادي توقفي فيه، وها انت مشيتي وها انت جيتي وها انت وليتي فين كتمشي. واش ندمت حيت جيت لبلجيكا؟ ما ندمتش. في الاول ندمت لانه الديبرسيون والمشاكل، وانا ما عنديش العائله وانا كذا وانا كذا، ندمت، بقيت كنقول اش جابني واش داني وعلاش مشيت، ما نكذبش عليك، وليت كنقول يا نهاري اش خلاتها دنيا باطمه، اش داني. ولكن من بعد ملي وقفت على راسي، حيت انا لا ما حكلكش ضفرك، راه ما كاينش اللي غيحك لك. الانسان يعول على الله ويعول على راسه دائما، هذه نصيحه، عول على راسك والله سبحانه وتعالى غادي يعاونك، لان ربي قال لك تحركوا ترزقوا، يعني الانسان يتحرك، قال لك تحرك عبدي ولا نعينك، فهمتيني؟ جري عبدي ولا نجري معك، يعني ماشي انت يا جالس الارض وكتسنى حق جمل. انا كنهضر على الناس اللي باغي نخدموا على راسهم، سواء عندك الاوراق ولا ما عندكش الاوراق. الانسان والله العظيم تيجي ما عنده لا ورقه لا جوج، ربي ما كيسهل عليه في العام ديالو الاول كيلبقها مع شي وحده وكدير ليه الوريقات، ومن بعد ملي كيبقى متبع الزروقات ودخل خرج ومن هنايا لهنا وانا حقا وانا طاطا، انا نمشي نضرب هنايا جوينات، نضرب هنا قويروات، نضرب هنا كويسات، نسرق هادي ندير هادي نصب على داك، راه ما عيدير حتى شي حاجه. كونوا على يقين ما يدير حتى شي حاجه، غتبقى الدنيا داتني في الاخر عيلقى راسو. الناس دارت وريقاتها وخدمت على راسها ودارت وليدات، هو عيلقى راسو ماتت بوهمته، كلنا غنموتوا حتى شي واحد ما عيلقى، وتتبقى فيك ديك الحسره، ما عندكش كدير حياتك هنايا كلها كضوع اللي حنا كضيع. حنايا شفنا برامج وشفنا بزاف ديال الحوايج، ان الانسان ملي كيتبع الحوايج الخايبين اللي منهم المخدرات، من طبيعه الحال راه تيخرج لحياته، تيخرج على راسو، ما تيبقى مكابطي حتى شي حاجه، لا بنت ولا دري، لان اوروبا بحال نقولوا تدخلي للتيران. ملي كتدخلي للتيران كنشوف شكون اللي غادي يسجل الكول، الا ما سجلتيش راه ما عمرك غادي توصلي لا بنت ولا دري، انا تنقولها. كما قلت لكم، واش ندمت حيت جيت لبلجيكا وعشت فيها؟ ما ندمتش. واش لقيتي صعوبات؟ ما لقيتش صعوبات، من خاطر ملي كانوا عندي الوراق الحمد لله، ما كانوش عندي الوراق هنا في لقيت صعوبات. واخا كما قلت لكم راني مزوجه وعايشه في داري وكذا، ولكن كيكون عندك صعوبات، الا بغيتي تسافري، بغيتي تمشي للطبيب، بغيتي لا ميتويل، كلشي كديريه من جيبك، ما كاينش، ما عندك حتى شي حاجه الدوله كتساعدك فيها، من استثناء ملي كيكون عندك الوريقات بطبيعه الحال كتخرجي كتدخلي كديري كلشي، تتسافري فين ما بغيتي، تجي فين ما بغيتي. المهم مستافده من الدوله، كتخلصي حقوقك، خدامه على راسك، فلوسك في جيبك، ما كتنسنايش الراجل ديما يعطيك لانه بالنسبه لي انا هادشي اللي كنفكر فيه. بلجيكا، واش مثلا في بلجيكا واش كاين المساعدات؟ كاين المساعدات في كل شيء. المهم انت اللي قلبتي وهذا راه غتلقاي اللي غادي يعاونك، ما قلبتيش وبقيتي جالسه وتتسناي بنادم يجي يعاونك، ولا تسناي بنادم يجي يمد لك يدو، هذا ما عمرها غتكون. راك انت اللي ما مديتيش يدك راسك يدك براسك وعاونتي راسك براسك، ما كاينش اللي غادي يعاونك الا واحد الناس قليلين جدا 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 اللي يقدر يوريك فين تمشي وهاد شنو ديري وهاد شنو ديري. اما من بعد راه بنادم تيقول لك انا راه لقيتها راسي، علاش غادي نعطيها لواحد اخر، فهمتوني؟ فالانسان دائما يعول على راسو كما تنقولوا، ويعول على الله سبحانه وتعالى دائما وابدا. المهم كيف ما قلت لكم الحمد لله الامور ديالي مزيانه بخير. شويه ديال العذاب في الاول، من بعد راه صافي، راه بلجيكا راه زوينه. ديبرسيون فيها، ما نهضروش على هذه المساله هذه بحكم المناخ ديالها. ولكن الانسان ملي تيخدم غير ما يبقاش الانسان جالس في الدار، يخدم ويخرج يخرج. لو بقى الانسان جالس في الدار ما غادير حتى شي حاجه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، بطبيعه الحال يعجبكم لايك، ما عجبكمش ما ديروش لايك، نتوما حرين، بغيتو تقولوا كومونتيرات قولوا مرحبا، ما بغيتوش على خاطركم. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله. سلام.